بيقولوا لي عايزين باسرع وسيله الداخليه في مصر نسندها ازاي؟ ببساطه شديده. لا، في الحقيقه انا ما بعتش للفرارجي، انا بعت للهرم، هو اللي خلاني ابيع البيت بالحشيش. اي والله. السيد عمرو موسى اللي كان امين عام جامعه الدول العربيه، اللي ليبيا اتضربت في عهده بتصريح من جامعه الدول العربيه، ما صدق ان هم رشحوه رئيس لجنه الدستور. كل يوم حته حشيش ب20 جنيه. حاكم اصل الهرم ده يضحك على الجن اسد. وعايز اقول لابراهيم المعلم، انا ما اتخضيتش يا ابراهيم باللي انت عملته في الشروق خالص نهائي. مش انا اللي بتخض، اعمل 100 حمله تحت جزمتي. عارف ليه؟ لان انا بقول لك كلام واضح. لو انت عندك رجوله، بدل ما تشتمني في الشروق ومن يحمي مرتضى منصور وتكتب كلام عبيط ان انا شلت الشجر بتاع نادي الزمالك عشان كمال درويش كان عامل لي عمل تحت الشجر، ايه الهبل والعبط والهطل اللي انتوا عايشين فيه ده؟ بالذمه ده كلام يتكتب في جورنال المفروض دوله بتطلعه. فين نقيب الصحفيين؟ فين مجلس الاعلى للصحافه؟ كل ده عشان بتهمك بوضوح. انت وزوجتك الفاضله عندكم قضيه استيلاء عمل عام في نيابه الاموال العامه العليا. لو انا بكذب ادخل امن وداخل ويا كذاب. حاكم اصل نسوان حتتنا دول بقوا حاجه غريبه، مصايب. عارفين البنت روايح؟ في ايه؟ البنت روايح مرات سليمان الصايغ هربت من يومين ومحدش عارف لها مكان. لم تصل الداخليه في مستوى يعني تعاملها مع الشعب الى اسوأ مما وصلت معاك يا محمد، بمنتهى الوضوح. بمنتهى الوضوح كده. وانا الشغل ما فيهوش خجل وما فيهوش، المصارحه مطلوبه بدل العمل يعني. والواد يا عيني مقهور. ما تقول لنا يا شيخ حسني، الهرم باع البيت لصبحي ازاي؟ الهرم لا باع ولا اشترى، تلاقي صبحي هو اللي وزه عليه. من هو مصطفى حجازي هو احد اعظم الاسماء في الطابور الخامس من تلاميذ البردعي. انا وعطيه ضربوا عطيه بطوه داخل. الله يخرب بيتك يا ابوس القرش. النهارده لولا ربنا ستر، لان زي ما انتم عارفين معهم كويس.